مش عايز ابقى شرير واتسبب في انك تشوف كوابيس الليله دي، بس انت مش لوحدك يا راجل. يعني قلت افكرك مش اكتر. في فيلم الحاسه السادسه، يا ابني مش ده، في فيلم الحاسه السادسه مالكوم كان طبيب نفسي متخصص في علاج الاطفال. بعد حضوره حفله تكريم على شرفه يروح ويلاقي قدامه فينسنت، واحد من المرضى بتوعه اللي فشل في علاجهم. فينسنت كان مريض هلاوس، اختار بارادته انه مش عايز يكمل من اللي بيشوفه وقتل نفسه. بس قبل ما يقتل نفسه اختار برضه انه ينتقم من الدكتور اللي ما قدرش يساعده. لحسن الحظ مرات الدكتور بتنقذه في اخر لحظه وبيرجع يكمل حياته عادي. بعد سنه بالظبط من الحادثه يقابل مريض تاني اسمه كال، واللي على حسب كلامه عنده القدره انه يشوف الاموات، وبيبتدوا سوا يساعدوا اشباح الاموات دول بانهم يكملوا مهمتهم اللي فشلوا يعملوها قبل ما يموتوا. حاسب عشان احرق لك الفيلم في الحته الجايه دي. مع نهايه الفيلم ده بيكتشف مالكوم انه اصلا ميت من ساعه ما اتضرب بالنار من سنه، وان كال فعلا ساعده يكمل شغله اللي فشل يكمله قبل موته، وهو انه يساعد شخص. فيلم زي كده ممكن يبان فيلم رعب لطيف نتفرج عليه وما ننامش يومين وخلاص، بس بالنسبه لي انا في شويه حاجات تخلينا نسال اسئله مهمه، على الاقل بالنسبه لي. هل كال فعلا كان بيشوف الاموات ولا هو مريض شيزوفرينيا؟ وهل مالكوم اللي اتقتل فعلا اتقتل ولا من كتر قعدته وسط المجانين بقى زيهم؟ وهل فعلا نقدر نفسر كل الحاجات الغريبه اللي بنشوفها تفسير منطقي، ولا في حاجات ما بتتفسرش وتعتبر ماورائيات؟ اهلا بيكم، انا عمرو جميل وده على الورق. في كتاب سيكولوجية الجماهير جوستاف لوبون اتكلم عن العقل الجمعي للجماهير. تاني، وازاي ممكن تخلي حد يشوف حاجات مش حقيقية لمجرد ان الباقي شايفها، والباقيين اصلا كل واحد فيهم شايفها عشان الباقي شايفها. فاهم حاجة؟ المهم بيفسر لوبون النقطة دي بانها بتحصل بسبب غياب التفكير النقدي العقلاني عنك وانت وسط الجماهير. طيب هو لازم اكون وسط الجماهير عشان الروح النقديه دي عندي ما تكونش موجوده؟ مشاعر زي الخوف والقلق وحاجات زي الانتباه الانتقائي ممكن بشكل او باخر تخليك تشوف حاجات مش حقيقيه، زي انك مثلا تكون عايز تشتري عربيه زرقاء فتنزل الشارع تلاحظ ان العربيات الزرقاء كترت قوي في الشارع. هنا هي لا كترت ولا حاجه، انت بس مخك هو اللي مركز شويه عليهم عشان انت عايز تشتري عربيه زرقاء. ابسطها لك، انا مثلا وانا بتفرج على فيلم الحاسه السادسه، وانا كنت قلت السادسه في الاول صح ولا قلت السبعه؟ انا مثلا وانا بتفرج على فيلم الحاسه السادسه ما كانش عندي اي شيء افكر فيه غير الاموات وسكريبت الحلقه دي طبعا، وطول ما انا بتفرج متوقع ان في خضه هتحصل هنا او شبح هيطلع من هنا او ما انت عارف افلام الرعب. بعد ما خلصت الفيلم روح الانتباه الانتقائي بقى عندي بدات تشتغل، وبدات اشوف العالم كله كانه فيلم رعب، وبدا مخي يدور على اي حاجه وسط الضوء الخافت اللي حواليا كميكانيزم دفاع، يعني زي ما كنت بعمل في الفيلم. اي صوت، اي ظل، اي حاجه مريبه كده عشان يكمل الباقي من عنده ويقول لي بص عفريت. لكن بمجرد ما ببص وما بلاقيش اي حاجه، او مخي ما بيلاقيش اي حاجه في الصوره اللي قدامه ناقصه عشان يبني عليها ويكملها، بفهم اني كنت بتخيل. مريض الشيزوفرينيا بقى او الهلاوس ما بيقدرش يعمل اخر حته دي، اللي هو مش عشان الصوره فاضيه فما فيش حاجه يكمل منها زينا كده فمش هيتخيل حاجه، لا ده عقله بياخد من اللا شيء وبيبني عليها صوره كامله، على عكسنا لما بناخد صوره ناقصه وبنبدا نبني عليها حاجات بعد كده. وهتلاحظ مثلا في الالعاب وافلام الرعب انهم بيلعبوا على نقطه ان هم ممكن يطلعوا لك ايد العفريت وما يظهروهوش ليه، لان ده بيخوفك اكتر، او زي ما قال رفعت اسماعيل احيانا يكون اختفاء الوحش مرعبا اكثر من الوحش نفسه. يعني من الاخر نقطه الغموض والصوره الناقصه هي اللي بتكون الصوره اللي احنا بنشوفها، بس مريض الشيزوفرينيا ممكن يكون صوره حرفيا من لا شيء، مش من مجرد صوره ناقصه. طب معلش، بس هل نقدر نصنف كل الناس اللي بيشوفوا حاجات احنا مش شايفينها بانهم مرضى شيزوفرينيا؟ يعني هل الطب النفسي عنده كل التفسيرات؟ في رواية لست وحدك لدكتور أحمد خالد توفيق، كان البطل وزميلته صحفيين بيعملوا تحقيق جوه واحدة من المصحات النفسية عشان يلاحظوا تصرفات الدكاترة والممرضين الغريبة، وحتى مدير المستشفى، وبيلاحظوا كمان المعاملة القاسية اللي بيعاملوا بيها المرضى دول، استحالة يكونوا أسوياء. وفوق كل ده يلاحظوا تصرفات المرضى اللي في الزنزانات بقد إيه هم عاقلين وهادين، دول استحاله يكونوا مجانين. بيستنتج صاحبنا وزميلته في الاخر ان المرضى اللي في المستشفى دول هم الدكاتره والممرضين، وان المرضى اللي كانوا في المستشفى صاروا عليهم وسيطروا على المستشفى بدلهم، فبيسرقوا المفاتيح وبيبتدوا يحرروا السجناء دول واحد ورا التاني. لكن فجاه بمجرد ما بيخرجوا بيلاحظوا حاله هياج عاليه جدا في المصحه من الناس اللي خرجت، والمعامله الوحشيه والتصرفات الهمجيه اللي بيعملوها في الدكاتره والممرضين. وفوق كده كمان صاحبنا مش عارف يهديهم، ومع الوقت بتظهر دلالات اكتر واكتر بان هم حرروا المجانين مش الدكاتره خالص، ويكتشفوا ان في مذبحه هتحصل. المهم يعني بتنتهي القصه بان البطل فعليا ما بيبقاش عارف هو حرر المجانين ولا حرر الدكاتره، ما بيبقاش عارف مين فيهم العاقل ومين فيهم المجنون. وده يخلينا نسال سؤال مهم، هو يعني ايه مجنون اصلا؟
المجنون في الوقت الحاضر بتاعنا ده بيكون معروف بين الناس بان مخه مش سليم، المكنه عطلانه يا عم. لكن زمان ده ما كانش الاعتقاد عندهم، دول كانوا بيعتبروها سحر او لعنه من الالهه او ارواح شريره او ما انت عارف بقى. مثلا عند الاوروبيين في العصور الوسطى كان الاعتقاد السائد بان الشخص المجنون ده وعاء للارواح الشريره، فكانوا بيعملوا ايه؟ لا 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 يا معلم، زار ايه؟ احنا مالناش احنا في الكلام الفارغ والتخلف ده، احنا بنجيب من الاخر. بص هم كانوا بيجيبوا مسمار ومطرقه يخرموا بيها دماغ العيان عشان الارواح الشريره تطلع منها. في بلاد زي اثينا في اليونان مثلا كانوا بيطلقوا على مرض زي الصرع بانه المرض الالهي او واحده من لعنات الالهه. ولو انت ما تعرفش الصرع فهو تداخل كده ولخبطه في الاشارات الكهربائيه بتاعه المخ، له اشكال كتير بس اشهرها منظر التشنجات والصريخ اللي انت عارفه. قلت لك شمموا بصله. للاسف وقتها ما كانش عندهم بصل والتكنولوجيا الحديثه بتاعتنا دي. هما كانوا بيجيبوا مسمار برضو لا يا معلم فتحة ايه، احنا عدينا المرحله دي خلاص. هما كانوا بيخرقوا بيه الجمجمه ويفضلوا يجيبوه يمين وشمال كده عشان يفصلوا الفص اليمين عن الفص الشمال بتاع المخ. واللطيف ان الموضوع ساعات كان بينفع. بصوا احنا يعتبر بنعمله لحد دلوقتي بس بشكل اشيك شويه. المهم يعني بدايه معاملتنا للحالات دي بشكل محترم شويه كان بدايه من ابوقراط. ولما اقول ابوقراط المفروض انت تطفي السيجاره اللي في ايدك. قوم اقف يالا. الراجل ده هو مؤسس علم الطب بالمفهوم الحديث بتاعنا، واسمه بيدخل في قسم الدكاتره في حفلات التخرج حوالين العالم كله. عاش قبل ارسطو وافلاطون وحتى سقراط. ابوقراط عاش قبل سقراط، ويعتبر الوحيد من العصور بتاعته دي اللي مخطوطاته قدرت توصل لنا بشكل نوعا ما كويس، فهو راجل مش قليل يعني، وتقدر تقول ان سقراط الطب في الزمن بتاعه. ابوقراط بقى كان بيعتبر الصرع مرض عضوي زيه زي بقيه الامراض، مش مرض الهي زي ما بيقولوا. بس هو كان عنده نظره غريبه شويه، كان شايف ان الصرع سببه تراكم البلغم في المخ. والله كان شايف كده. بص هو كان شايف ان الامراض في جسمنا بتحصل بسبب اختلال توازن السوائل في الجسم، ودي نظره سبقت فكره الجراثيم بكام قرن كده، لانهم ما كانوش يعرفوا عنها حاجه وقتها. فلو حابب نعمل عنها حلقه ما تنساش تقول لي في الكومنتات تحت، وما تنساش اللايك. ننتقل بقى من ابوقراط وننط شويه حلوين كده للقرن ال12، الوقت اللي بداوا يظبطوا فيه دور الرعايه عشان تضم المجانين، او زي ما بنقول دلوقتي مستشفى الامراض العقليه او مستشفى المجانين. ايوه يعني بيعملوا فيهم ايه جوه يعني؟ لا بياخدوا بالهم منهم بس مش اكتر. ايه ده بس كده؟ ما انت فاكر ايه؟ بس لو رجعنا للقصه الاولانيه بتاعت المجانين المحبوسين، هو فعلا المفروض نعتبر المرضى النفسيين ان فيهم حاجه غلط؟ ما يمكن الغلط فينا احنا واحنا اللي مرضى، ولا انت شايف ايه؟ سنه 1943 الجيش الالماني كانت تحت سطوته تقريبا 15 دوله، من ضمنهم فرنسا ونقدر نقول ايطاليا. ابلعها لي معلش. وكان على وشك انه يحكم اوروبا كلها وبعديها العالم. كل ده ما كانش ممكن يحصل لولا الهيمنه النفسيه اللي عملها هتلر على الشعب الالماني، واللي كانت بتوصل ساعات لدرجه العباده. هتلر كان شخصيه عبقريه، ذكي جدا وما بيخافش من اي حاجه، عنده سرعه بديهه وقدره على السيطره على الجماهير. بس تعرف سبب القوه بتاعته دي وجوهر كل الصفات اللي خلته بالقوه دي كانت تجميعة امراض نفسيه جحيم. هتلر كان متشخص بانه عنده اضطراب شخصيه نرجسيه وعقده اوديب، جنون عظمه وانفصام وميل للانطوائيه، وفوق كل ده قابليه اعلى للتعصب. اوكي مش كلها امراض نفسيه، بس احنا بنعتبر الناس اللي في الحالات دي بانهم اب نورمال او فيهم حاجه غلط. تخيل بقى لو ما كانش عنده كل الامراض دي، حرفيا شخصيته ما كانتش هتبقى موجوده، وبالتالي ما كانش هيبقى بالقوه دي وكان هيبقى اقل من العادي. وهي دي الفكره. ناس زي اسكندر الاكبر وصدام حسين وحتمس الثالث ويوليوس قيصر وغيرهم كل الناس دي كانت متصنفه باضطرابات واضحه وباينه في شخصيتهم، لكنها كانت نقطه قوه بالنسبه لهم. ايه فعلا يضمن لنا ان الشخص اللي عنده اكتئاب مش هو الطبيعي، وان احنا اللي عندنا شكل مخفف من متلازمه ويليامز؟ او ايه مثلا يضمن لنا ان مصابي الرهاب الاجتماعي والوسواس القهري ما عندهمش جينات ارقى في تطور نظام البقاء عندهم بتخليهم يامنوا نفسهم بزياده؟ الصراحه الجزئيه اللي فاتت دي تعتبر فكره فلسفيه مهبوده من عندي اكتر من كونها علميه، فتقدر تتجاهلها ونكمل سوا في حاجه تانية عادي. او لا، انا مش اول واحد يسال الاسئله دي. واحنا ليه اصلا بنصدق حاجه زي الطب النفسي؟ الناس دي جابت المصطلحات دي منين؟ في ستينيات القرن اللي فات تظهر حركه اسمها انتي سايكياتريك موفمنت، او الحركه المعارضه للطب النفسي الحديث. انا قلتها صح من اول مره. واللي كان انصارها شايفين ان الطب النفسي الحديث ما عندوش اسس قويه يشخص على اساسها المرض. في كتاب خرافه الطب النفسي دكتور زيس كان شايف انك عشان تقول ان في علاج فعال لمرض معين لازم الاول تبقى شايف خلل مادي قادر تقيسه، وتقول ان هو خلل عشان تبدا تعمل له علاج. اللي هو ليه اصلا احنا معتبرين حاجه زي النرجسيه مثلا خلل؟ هو ليه الاختلاف جريمه يعني؟ مش يمكن احسن منك عند ربنا؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، لازم عشان تصرف علاج مادي للمرض لازم تبقى شايف تغير مادي ملموس في طبيعه المرض، في الكيمياء، في الخلايا بتاعه المخ، تبقى شايف تغيير. وهنا لازم نعمل وقفه. انا من اول الحلقه دي سحلك معايا في الامراض اللي ليها علاقه بالتصرفات، لكن ما قلتلكش نقطه مهمه قوي، الا وهي ان في فرق بين المرض العقلي اللي بيكون فيه خلل في المخ والمرض النفسي اللي ما بنقدرش نمسك سببه غير بشويه تصرفات فعليه قدام، زي النرجسيه كده. هل تقدر تفرق بين مخاخ
حلو بخير. هل تقدر تفرق بين مخين الاتنين ميتين وتقول ده عنده نرجسيه وده لا؟ طب لو صرع حاجه ماديه اهي. وعشان كده ما بنقولش ان الصرع مرض نفسي، ده مشكله في الروابط العصبيه في المخ. دكتور زيز بقى كان شايف ان الامراض النفسيه ما هياش امراض عضويه نقدر نحط لها علاج مادي ونمشي عليه، اللي هي حاجات مثلا زي النرجسيه واضطرابات القلق. الموضوع اشبه بكونك عندك فيروس على الكمبيوتر والفيروس ده مبطئ لك الجهاز، فرحت عشان تصلحه راحوا مغيرين لك المعالج بمعالج اسرع عشان تحل المشكله. الفكره ان الفيروس لسه موجود، الجهاز بقى اسرع لكن الفيروس لسه موجود، انت كده ما حلتش المشكله. ما زلنا ما جاوبناش على السؤال هل الامراض النفسيه فعلا تعتبر خلل في الناس اللي حاملينها ولا عشان هم مختلفين عننا فاحنا بنشوف فيهم حاجه غلط؟ اصل مالها النرجسيه يعني؟ مش فاهم فيها ايه. فعلا انت عندك حق، لكن برضه فكر معايا، مش معنى ان العلاج المادي مش هو احسن حاجه لعلاج المرض النفسي انه مش مرض، بس انت مازال ما عندكش ما يثبت انه مرض. ما يمكن مثلا مريض الهلاوس مكشوف عنه الحجاب، ولا انت ايه رايك؟ وبس كده. لو عندك اي ملاحظات ممكن تساهم في تحسين المحتوى ده ممكن تقولها لي في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك، ولو حاسس ان انت حابب تشوفني تاني ما تنساش تشترك في القناه. بس كده، انا عمرو جميل وده على الورق. سلام عليكم. انت شايفني في الكادر اصلا وانت قاعد بتبحلق منين يعني؟ امال بقول لك تيجي كده وكده ازاي؟ عادي، ما انت بتحب الفزلكه.